السلام عليكم المتتبعين ديالي، لاباس كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ راه انت خواتاتي وكملت الشقه ديالي وجيت ندير الخبيزات اللي كيعجبوني نحطهم فوق الطبله في الفطور. الا ما كانوش اخواتاتي ما كتجينيش طبله هي هذيك. دابا انا ما غنعطي الحفيظه غتعطيكم المقادير اللي مضبوطه اسمحوا لي يا الله حفيظه. هاي المهم على بركه الله ندوزو بالمكونات اولا المقادير ديال العجينه ديالنا. المهم غير باش نوضح واحد المساله بالنسبه للعجينه، راه هي بديل الورق ديال البسطيله. الورق يعني راكم عارفين الورقه ديال البسطيله، ولا اللي كنديروا بها البريوات، ولا اللي كنديروا بها دوك البريوات المعسلين المعسلات ديالنا. المهم الا ما كنتيش كتوفري على الورقه، غادي نوريك هاد العجينه اللي ما غاديش تبقاي تستغني عليها. المهم ما غاديش نطول عليكم، ندوزو المقادير ديالنا. بالنسبه للعجينه غادي نحتاجوا فيها 4 ديال الكؤوس ديال العنبه ديال الدقيق الابيض اللي هو الفورس، ومن الاحسن يكون يعني من نوعيه جيده. بالنسبه للفينو غادي نحتاجوا فقط غير كاس ديال العنبه. هنا عندي واحد القليل من الزبده اللي غادي نبسبس بها هاد الدقيق هذا. وعندي هنايا واحد الخماره ديال 8 غرام. عندي هنا شويه ديال الملحه، عينك ميزانك، كل واحد كيفاش كيبغي ديك يعني واش كتبغيوها مالحين كتبغيوهم شويه. المهم راكم عارفين دابا الناس يعني ولاو كينقصوا شي شويه من الملحه. هنا عندي شويه ديال السكر سنيده اللي كيخليو ليا دوك الخبيزات كيوليو محمرين وكيعطيونا حتى ديك التقرميشه. هنا عندي زيت المائده. المهم حتى من بعد غادي نقول لكم شحال غادي ديروا في هذا القياس هذا ديال الدقيق. بالنسبه للحشوه هنا عندي القليل ديال خيزو الجزر اللي هو محكوك. عندي هنا الفلفل الاحمر وخضراء مخلطين. هنا عندي البصله، يعني يقولوا هنا بصله مشلضه. عندي هنا ما يعادل 250 غرام ديال الكفته. وهنا عندي الشعريه الصينيه اللي درت عليها الماء الطيب من قبل. المهم بالنسبه للعطريه غادي نخليها معكم حتى الاخر فاش غادي نشحر هاد المكونات هادو، عاد غادي نضيف لهم العطريه. المهم خليكم معايا ونوريكم الطريقه ديال التحضير ديال العجينه. المهم دابا غادي نبداو كيف ما قلت لكم بهاتي شويه ديال الزبده، غادي نضيفوا هنا الزيت. المهم انا غنقول لكم القياس حيت انا مولفه كنصايبها. هنا ما يعادل 2 معالق كبار. في هذا القياس هذا كديروا 2 معالق كبار ديال الزيت الروميه اولا زيت المائده. غادي نضيفوا هاد الساشيه ديال الخماره. غادي نضيفوا الملحه وسكر سنيده، وغادي نحاولوا ندخلوا هاد المكونات مع بعضياتها نخدموهم مزيان مع هاد الدقيق. وهنا راه عندي خلاص الماء دافي، اللي الماء يكون دافي. هاد العجينه هذه يمكن لك كذلك انك تحتفظي بها في الثلاجه، الا شاط ليك تقدري تحتفظي بها في الثلاجه ما كتخسرش. المهم دابا المهم القوام كل واحد كيدير داكشي القياس ديالو. ايوا دابا هاد القياس هذا كيعطيكم حتى ل 18 حبه. راكم عارفين 18 الحبه خبيزات صغيورين معمرين. من بعد غادي نوريكم الخبيزات اللي كندير انا والقياس اللي تيكون فيهم. يعني هاد القياس هذا بحال مثلا في رمضان يعني غادي تنفطروا بهم. داكشي اللي كيبقى للسحور كتشربوا مع الكويس ديال اتاي كيجيو زوينين. المهم على بركه الله وبسم الله غادي نبداو شويه بشويه. هاد العجينه ما تجينا لا ثقيله لا خفيفه، تجينا شاده راسها. الا كنتي زربانه عليها غادي تدلكيها مده ديال حتى 6 ديال الدقائق 8 ديال الدقائق، وكتبداي يعني كتبداي تستعمليها في البلاصه. انا دابا غادي غير نجمعها وغادي نخليها في واحد البلاستيك غذائي، وغادي نحتفظ بها حتى كنطيب الحشوه ديالي وتنخلي الحشوه حتى كتبرد عاد كنبدا الخدمه. وكاينه اللي كتوجد الحشوه كتكون بارده صافي وكتبدا كتخدم العجينه كيف ما قلت لك، وكتدلكوها لمده ديال 10 ديال الدقائق اولا غير 8 ديال الدقائق. عندك العجانه ديرها غير مده ديال 5 ديال الدقائق كافيه. زيدي لها ماشي شويه ديال الماء بركه. المهم على ما نجمع العجينه ديالي ونرجع معكم. صافي دابا نقطع راسي حتى نقطع.
المهم ها هي العجينه ديالنا. من بعد ما جمعتها نتوما كيف ما كتبان لكم راه ما دلكتها ما والو، المهم غير جمعتها شي شويه بالصبيعات ديالي على هذا الشكل. المهم دابا ها هو البلاستيك الغذائي ديالنا. من الاحسن الا عندكم هذيك كتجي من الاحسن زوينه. ضروري زمان غادي ندهن هاد العجينه ديالي بالزيت على هاد الشكل. صافي غير كنجمعها هكا وغادي نخليوها ترتاح على ما نوجد معكم الحشوه ديالنا. المهم هذه هي العجينه ديالنا. دابا غادي ندوزو للحشوه ديالنا نوجدها معكم. المهم بالنسبه للحشوه ديالنا كيف ما قلت لكم كنحتاجوا هنايا جوج ديال الخيط زويات. نعاود لكم المقادير، هنا جوج فلفلات، وحده حمراء وحده خضراء. الا كانت عندكم حتى الصفراء ديروها كتعطيو ديك اللوينات زوينين. هنا 250 غرام ديال الكفته، هنا بصيله مشلضه. المهم غادي نضيفوا عليهم هنا القليل من زيت المائده فين غادي تشحر لينا هذا الشيء. هنا غادي نضيف القليل ديال الكمون، هذا الكمون غير شويه. هذا عندي القزبور يابس. هذا القزبور يابس من الاحسن تبقاو تستعملوه في رمضان، ما كيخليش الكرش تبقى تضركم. يعني راكم عارفين بلا تيكون صايم وتيجي تياكل واحد الكميه اللي هي كثيره، وكتعرفوا هادشي ديال المعمر، هادشي ديال الطواجن، هادشي ديال الشهيوات كيكون في رمضان بزاف. يعني الكرش ديالنا كتبقى تضرنا. هذا القزبور تبقى تستعملوه في الوصفات ديالكم. هنا عندي معلقه صغيره مع مراش ديال الخرقوم البلدي. هنا عندي التحميره، غنضيف كذلك معلقه صغيره مع مراش. هنا عندي المليحه ولكن ما غاديش نكثر وغادي نقول لكم علاش. هنا كندير غير القليل فقط لانني كنستعمل هنا هاد لاصوص ديال الصوجا كتكون حتى هي مالحه. هنا عندي سكينجبير حتى هو نص معلقه صغيره. هنا عندي الابزار. عندك الهريسه حتى هي ديريها لك كي كتبغي دوك الخبيزات يكونوا حارين. هنا لاصوص الصوجا كنستعمل القليل من لاصوص الصوجا ما يعادل واحد المعلقه كبيره، وكتخلي حتى هاد الحشوه كتعطي واحد البنه وكتعطي واحد التعليكه. صافي دابا غادي ندير كل شيء على بوطه اللي غادي تكون متوسطه وغادي نخليه حتى يتشحر لي هاد الشيء. عاد كنقطع هاد الشعريه الصينيه ديالي قطع صغيره وكنضيفها على الحشوه ونخليوها حتى تبرد وندوزو للعجينه نوريكم كيفاش غادي تورقوها وكيفاش غادي نعمروها. هذا عندي القزبور يابس. هذا القزبور يابس من الاحسن تبقاو تستعملوه في رمضان، ما كيخليش الكرش تبقى تضركم. يعني راكم عارفين بلا تيكون صايم وتيجي تياكل واحد الكميه اللي هي كثيره، وكتعرفوا هادشي ديال المعمر، هادشي ديال الطواجن، هادشي ديال الشهيوات كيكون في رمضان بزاف. يعني الكرش ديالنا كتبقى تضرنا. هذا القزبور تبقى تستعملوه في الوصفات ديالكم. هنا عندي معلقه صغيره مع مراش ديال الخرقوم البلدي. هنا عندي التحميره، غنضيف كذلك معلقه صغيره مع مراش. هنا عندي المليحه ولكن ما غاديش نكثر وغادي نقول لكم علاش. هنا كندير غير القليل فقط لانني كنستعمل هنا هاد لاصوص ديال الصوجا كتكون حتى هي مالحه. هنا عندي سكينجبير حتى هو نص معلقه صغيره. هنا عندي الابزار. عندك الهريسه حتى هي ديريها لك كي كتبغي دوك الخبيزات يكونوا حارين. هنا لاصوص الصوجا كنستعمل القليل
من لاص الصوجا، ما يعادل واحد المعلقه كبيره، وكتخلي حتى هاد الحشوه كتعطي واحد البنه وكتعطي واحد التعليكه. صافي دابا غادي ندير كلشي على بوطه اللي غادي تكون متوسطه، وغادي نخليه حتى تشحر لي هادشي. عاد كنقطع هاد الشعريه الصينيه ديالي قطع صغيره وكنضيفها على الحشوه ونخليوها حتى تبرد، وندوزو للعجينه نوريكم كيفاش غادي تورقوها وكيفاش غادي نعمروها. المهم انا رجعت لكم من بعد ما وجدت ها هي الحشوه ديالي. كيف ما كيبان لكم راني ضفت عليها الشعريه الصينيه وزدت عليها حتى الزيتون هكا مقطع طريفات، الزيتون الاخضر. المهم هذا كيبقى اختياري، بغيتي تضيفوه ضيفوه، ما بغيتوش كيبقى داكشي على حسب الذوق ديالكم. الا عندكم حتى الفرماج الاحمر يمكن لكم انكم تحكوا عليه شي شويه باش كيجيو هذوك الخبيزات معلكين. المهم هي العجينه ديالنا غادي نحلها، نجيب لكم العجينه ديالنا نوريكم كيفاش كتولي. شوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي، شوفوا طريه يعني زوينه، غير من الملمس ديالها غادي يبان لكم. المهم هذه غادي نقطعها على 3 ديال الكرات وغادي ندوز معكم الطريقه ديال التوريق. المهم كبيدات بالنسبه باش كنورق انا عندي هنا شويه ديال الزبده، مقدار ديال معلقه كبيره ما عمراش ديال الزبده، كندوبها كنزيد عليها زيت الروميه او زيت المائده، وكنضيف عليها معلقه كبيره ديال النشا وكنورق بها. المهم البيضات ديالي انا بديت هنايا كنرصف هادوك، كنقطع هذيك العجينه على 3 ديال القطع. وانا غنوريكم الطريقه ديال كيفاش غادي نخليوها واحد المده غير ديال 1 دقيقه فقط. المهم هذه غادي نضيفها على غير من هنا من الفوق، غادي نخليها ترتاح مده ديال دقيقه. الكبيدات ديالي انا رجعت لكم من بعد ما العجينه ديالي ارتاحت، وغادي ندوز باش غادي نورقها. انا صراحه هنا كيعجبني نخدم في سطح العمل هنا يكون في هذه البلاصه هذه، لانني كتعجبني وكنسرح حتى العجينه ديالي يعني مزيان. المهم غنبقاو مستمرين على هذا الشكل هذا. في المره الاولى معليش واخا العجينه ديالك الا حسيتي بها مثلا تتقطع او لا شي حاجه ماشي مشكل، حيت باقي غادي نربعوها، غادي نردوها بحال الشكل ديال مسمنه. بهذا الشكل هذا. المهم نورقوها مزيان نسرحوها حتى يبدا يبان لينا سطح العمل على هذا الشكل. هنا انا عاوتاني القطعه الثانيه ديالي راني سرحتها بنفس الطريقه، وغادي ندهنها كيف ما قلت لكم بهذيك الزبده والزيت والنشا اللي وجدت على هذا الشكل هذا. ندوزوها كاع. ايوا غادي نجيبها دابا كيف ما قلت لكم على هذا الشكل. وغادي نجمعها على 3 ديال الطويات. صافي وغادي نكملوا القطعه الاخيره اللي بقات لينا. كيف ما كتشوفوا العجينه دغيا كتسرح ودغيا كتطلق. باش ما تقطعش ليا العجينه كل مره نحاول نقلبها. صافي نكمل. يعني انا هاد القياس اللي كندير ديال يعني ما كتبقى لك حتى شي حاجه شيطه. صافي تنديرها هكا
المهم تبعوا نتوما غير المقادير كيف ما قلت لكم. انا رجعت معكم من بعد ما ورقت المسمنه الاولى ديالي اولا القريصه الاولى ديالي ما كسرحتها. المهم هذه دابا غادي نقسموها على جوج بهذا الشكل هذا، على جوج، وهذه على جوج. وغادي نجي وغادي نبدا بالحشوه ديالي بسم الله، وغادي نحطها هنا، غنحط هنا باش داكشي يجيكم بطريقه سريعه. نحط هنا وكذلك هنا. نحاول ما نوسطوش الحشوه لهاد الجوانب هادو صافي. وكنجي كنسرح هاد الجوانب غير بيدي هكا، وكنحاول نطوي هاد الحاشيه مع هاد الحاشيه، وكنبدا نرولي في العجينه ديالي بهذا الشكل هذا، على هذا الشكل هذا. وكنحطوها في اللاطه اللي غادي نكونوا فرشنا فيها ورق الزبده وباش ما يلصقوش لينا. وملي غنسالي وغندوز معكم نقول لكم شحال غادي تكون درجه الحراره في الفرن ديالنا اللي غادي يكون شاعل من قبل، ونوريكم شحال باش غادي دهنوا هاد الخبيزات هادو. انا رجعت لكم، بقات ليا اخر اخر خبيزه بقى فيها غير هادشي شويه بحال. المهم الا درتو نفس القياس اللي عطيتكم راه غادي يعطيكم قد الحشوه قد العجينه. هذه هي الخبيزه الاخرانيه. المهم ها هي اللاطه ديالي، هذه هي اللاطه ديالي. انا هنايا درت هاد الخبيزات هادو، درت هاد ها هما الخبيزات هنا حطيتهم في اللاطه ديالي هنا. المهم غادي دابا نجيب واحد البيضه، وغادي نجيب لاصوص الصوجا. هذه هي الخلطه باش كندهن انا، لان لاصوص الصوجا فاش كنديروا مع البيض كتعطينا واحد التحميره في هاد كيتحمروا هاد الخبيزات هادو بواحد الشكل زوين. المهم كبيدات ها هي لاصوص الصوجا، غادي نديروها على هاد البيضه هذه. نديروا مقدار ديال واحد المعلقه كبيره. اللي بغى يخلي البياض ديال البيض مع الصفر ديال البيض يخليه، انا كنحيدو. غادي نمزجو مزيان بين داك الصفر ديال البيض وبين داك لاصوص الصوجا، وغادي نجي للخبيزات ديالي ونبدا ندهن. اصلا ملي كتبداو تدهنوا كيبقى يتعطاهم واحد اللون زوين. هاد لاصوص لاصوص الصوجا مع هاد الصفر ديال البيض تبقاو دهنوا بها كاع الخبيزات ديالكم، القريشلات ديالكم، كيعطي واحد الاحمرار زوين. صافي من بعد ما دهنت هذوك الخبيزات غادي نرشم شي ديال الزنجبان على هذا الشكل هذا صافي. ودابا راه شعلت الفران ديالي، غادي ندخلو للفران درجه الحراره ديالو 180 درجه، والفران يكون شاعل من قبل. صافي غادي نخليهم نطلعوهم الفوق، وغادي حتى يتحمروا لنا من التحت ومن الجوانب، عاد غادي نهبطوهم من التحت. وفاش يطيبوا نرجع معكم ان شاء الله. قلت لكم باللي فاش دهنوهم نحاولوا غير هكا كل وحده نتقبوها هكا من الوسط. علاش؟ لان فيهم ديك الخماره باش ما يتفرقعوش لينا. صافي غادي ندخلهم دابا للفران فاش يطيبوا نرجع معكم ان شاء الله. الكبيدات ديالي من بعد ما دخلت الخبيزات ديالي للفران، ويعني بان لي بلي الوقت مازال، وقلت علاش لا ندير واحد الشليضه اللي كتعجب لاله فاطمه ما كتستغنيش حتى هي عليها في الدار. ما كايناش هذيك الشليضه بحال ما كاين والو، بحال الا ما كاين. هذه اللي كتسبق الطبله وكتبعها الخبيزات معمرين. معمرين عاد الطويجينه ديال الصاصات من بعد نشاركوها معكم.
طاجين ولا الحريره ولا. المهم غادي نبداو على بركه الله. بالنسبه لهنا ها نتوما عندي هنايا واحد كاس ديال العنبه ديال هذا الروز هذا ديال الشلايط. كنغسلوه مزيان، كنديروه في الكوكوط، كنزيدو عليه واحد جوج بطيطات صغار ولا بطاطا متوسطه، واحد جوج ديال خيزويات الجزر مقطعين طريفات صغار، كنديرهم دقه مع شي شويه ديال المليحه، شي شويه ديال الزيت، زيت المائده، باش ما كتفيضش لينا فاش كنكونوا دايرين هاد المكونات يطيبوا لينا في الكوكوط. المهم كنديروهم كيطيبوا لينا مده ديال 10 دقائق. من بعد ما كتصفر الصفاره كنحسبوا واحد 10 ديال الدقائق تنطفيو عليها، كنصفيو هذا الرز ديالنا مع الخضار ديالنا وكنخليوه حتى كيبرد. عاد كنجيو كنضيفوا عليه باقي المكونات. بالنسبه لباقي المكونات عندنا هنايا الكاشير محكوك في الحكاكه الرقيقه. عندنا كذلك هنايا الذره المعلبه مقدار ديال 2 معالق كبار. عندي هنايا الطون، استعملوا اي طون نتوما كيعجبكم. عندي هنايا مايونيز منزلي اللي يلاه صايبته. من بعد ونشارك معكم المقادير ديالو بالنسبه للناس اللي ما كينجحش ليهم، كيجي حسن من ديال الزنقه. عندي هنا 2 بيضات مسلوقين، يمكن لكم تضيفوا عليهم كذلك حتى الزيتون خضر مقطع. تقدروا تزيدوا اي حاجه، داك الفطر المعلب، تقدروا تزيدوا اي حاجه في هذه الشلاضه هذه. المهم انا هذا الشيء هو اللي كندير في هذه الشلاضه هذه. المهم غادي نديروا الذره ديالنا من بعد ما نضيف المكونات كاملين ونرجع معكم. انا هنا من بعد ما ضفت جميع المكونات ومايونيز، بغيتو تكثروا بغيتو تقللوا، داكشي كيبقى على حسب الاختيار. المهم كنحاولوا ما امكن هاد الشلاضه هذه نحاولوا نخلطوها غير بشويه، يعني هكا من التحت للفوق على الشكل بحال هكا دوروا باش داك الرز عاوتاني يبقى محافظ على الشكل ديالو. صافي تنقدموها في الصحون من بعد ما نديرها في الطبيصلات وغادي نرجع معكم. كويدات، ها هما الخبيزات المعمرين، ها هما وجدوا. بالنسبه سمعوا، ها نتوما شوفوا كيفاش كتجي هاد الخبيزه هذه. ها نتوما شوفوا كيفاش كتجي وحتى العجينه ما كتجيش قاصحه. شوفوا راها رطبه، وشوفوا من الداخل كيفاش كتجي. نتمنى ان هاد لا فيديو ديالي من الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش علينا بلي لايك ديالكم، بالبارطاج ديالكم، وحتى بلي كومونتير زوينين ديالكم، راه حنا كنقراوهم كاملين. وصحتكم الفطور. الكبيدات ديالي هما الخبيزات ديالي، شوفوا كيفاش جاو حتى التقرميشه فيهم، يا سلام. جربوا هاد الوصفه ما غاديش تندموا عليها. بالنسبه للشلاضه ديالي ها هي، وطبيلتي ها هي. الشليضه ديالي كيف ما قلت لكم انا قدمتها في الصحون. المهم شهيه طيبه.